فانا واحد من اخوياي مأنتك شويتين، رحت تكلمت معاه عن موضوع السرقه كلها، اعطيتها الموقع وكذا، وهو طبعا يشتغل امن سبراني، يدرس امن سبراني، ما يشتغل في امن سبراني، فطلع لي بيانات السارق كلها. واحد جاني تعليق كاتب روح فالكونز او تيو، لا تروح غيره، هم باللفه، اروح اطق اخش مع غبي انت. هذا انا قاعد انزل مقاطع عشان يرسلوا لي. طبعا اغلب البيانات ما رضى انه يعطيني اياها، قال لنا ما يصير يعني غلط، مسوي انه خايف، عارف اني بفضحه في المقطع. لا والله ما طلع لي بيانات كثير، بس انه قدر يطلع بيانات واعطاني المهم. زي ان الرجال هذا ما هو سعودي اساسا، ولا هو في السعوديه. من اليوم اتعامل مع واحد طلع ما هو في المملكه من الاساس، ولا هو سعودي. الرجال ساكن في الامارات، ما اقدر اقول لكم ايش يصير، بس انه هو ساكن في الامارات، وبالامارات تسرقني وانت في الامارات، المفروض انا اللي اسرقك يعني، معليش. فانا بعز الاحداث هذه قاعد اشوف اهوال يميني ويساري، ذكرت ابو الشباب اللي قال لي انهم مضمونين، وقال لي ان شرى من عندهم، وقال لي ان ايوه هذا المتجر، ايوه ويرسل لي هو موقعهم. رحت على طول دقيت، رد علي وقلت له ودي اسالك، فسالته المتجر حق البلاي ستيشن اللي نزلت ستوري وقلت انهم مضمونين وانك شريتها من عندهم، ورسلت لي رقم الواتس حقهم، هل انت اللي طلبت منهم؟ قال ايوه انا اللي طالب يا ابوي، جهازهم ما شاء الله عليه، والله انا كانوا يقولوا لي دائما ان اليد تجاريه، انا قد خفت انها تطول مدري. قلت له الله يحرمك والديك، الله يحرمك والديك ويحرمك الصحه اللي انت فيها، ان كانك تكذب انت اللي طالب ولا لا؟ قال لي هو ولد عمتي اللي طلب، بس انا اللي اعطاني الجهاز. قلت ايه دامها ولد عمتي اللي طلب. الله يلعن. والله في الفاظ نابيه ودي اقولها، بس متابعيني مبزره ما اقدر. لا امزح يا متابعيني كلكم كبار. في ذاك اليوم امي كانت تناظرني يعني وملاحظه يعني اني انا فيني ضيقه وكذا، وانا احاول الصراحه اني اخفيها، قاعد احاول اذب اسولف كذا. قالت لي فيك شيء مهند، صار شيء؟ لا يعني ما صار. وانا فعلا ما ودي اقول لاهلي، لا ودي اقول لا لامي ولا ابوي، يعني ترى اهلي كبار في الجزيره، عندنا اكبر 3 مؤسسات في الوطن العربي، مؤسسه لطم الخدود وشق الجيوب، والمؤسسه الثانيه اتوقع انها رائده في المجال، وما اتوقع انها تخفي عن احد فيكم. موضوعك بسيط وايزي، والله لا اهوله واحطه بكيسي بالفكره الا وانا ابحث شوي كذا. واحد من الشباب برضو اللي مأنتكين بالسبرانيه وهالاشياء قال لي مهند ترى الحساب الانستا حقهم فيه 53,000 متابع، ترى 200 حقيقيين بس، الباقيين كلهم فيك، كلهم شارينهم بخشم السرقه، واسم المتجر وصورته هم زارفينها في متجر حقيقي اساسا بهذا الاسم. فرحت بحثت نزلت تحت الا لقيت المتجر الحقيقي موجود فعلا. رحت تكلمت على طول بالواتس مع المتجر اللي هو الاصلي اللي متابعينه مسكينين 9000، هذوليك رقوا فوقهم لانهم شارين متابعين. رحت تكلمت معاهم وقلت لهم السالفه كيت اعطيتهم كل الدلائل واعطيتهم كل شيء. لحسن حظي واللهم لك الحمد ان المتجر اللي هو الحقيقي برضه في الامارات، فقلت له اللي زرفني في الامارات، قالوا لي ابشر اللي تريد دشداشه. والله ما معليش اعرف كويت، الله يعطيهم العافيه على كلامهم، ما ادري انهم كانوا مصدقين او لا. رفعوا بلاغ في الامارات، صار في قضيتين، قضيه في السعوديه على الحمار هذا، وقضيه في الامارات على الحمار هذا نفسه يعني. والله حمار جحا اقسم بالله.